الرحيم. هنبدأ دلوقتي في أول أداة من الأدوات اللي موجودة على التول بوكس بعد ما شرحنا البروبرتيز أو الخصائص بتاعة الفورم. أول أداة إن شاء الله هنبدأ بيها هتكون الأداة اللي اسمها كوماند باتون أو أداة المفتاح. طيب إيه الكوماند باتون ده؟ قبل ما نستعمل الكوماند باتون تعالى أوريلك الأول بيبقى موجود فين. بص معايا هنا حاجة زي الكالكوليتور. احنا اتفقنا إن الكالكوليتور دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فورم زي اللي شرحناها قبل كده ومحطوط عليها مجموعة اوبجكتس. تمام؟ تلاحظ ان معظم الاوبجكتس اللي موجودة على الكالكوليتور اللي الا وهي الكوماند باتون او اداة المفتاح. يعني هنا دي صورة للكالكوليتور، التسعة التمانية السبعة كل الاوبجكتس اللي قدامك دي عبارة عن اداة واحدة اللي هي موجودة هنا عندنا في الفيجوال بيسك اللي اسمها اداة المفتاح. يعني بص معايا هنا مثلا دي الكالكوليتور. تمام؟ شايف الهايلايت المؤشر واقف عند التمانية. بص لما بضغط بتظهر التمانية 6 5 4. اي باتون من الباتونز الموجودة دي هي اساسا في حقيقتها هي اداة الكوماند باتون او اداة المفتاح. تعال بقى ندخل على الفيجوال بيسك ونشوف طريقة استخدام الكوماند باتون ده ازاي. انا كده وريت لك بيبقى بيستعمل في حاجة زي ايه. تعال بقى ندخل على الفيجوال بيسك ونشوف بيستخدم ازاي. هنا بعد ما دخلنا على الفيجوال بيسك دي قدامي الاوبجكت فورم او فورم اوبجكت. تمام؟ ودي طبعا احنا اتكلمنا فيها في اللقاء اللي فات. نمسك بقى الكوماند باتون او اداة المفتاح. هنا الكوماند باتون علشان اجيبه على الفورم هعمل دبل كليك. تلاحظ ظهر قدامي على الفورم. طبعا احنا شفنا استخدام الكوماند باتون في ايه، بس خلي بالك مش لازم الكوماند باتون يكون بنفس الشكل اللي انت شفته معايا في الكالكوليتور. ممكن يظهر باشكال تانية، ممكن يتحط فيه صورة، ممكن يكبر يصغر، وده هنلاحظه دلوقتي من شاشة الخصائص. طبعا تلاحظ حاجة كمان، بص لو عملت كليك على الفورم البروبرتي ويندو اللي هي شاشة الخصائص بقى مكتوب عليها كلمة ايه؟ فورم 1. لو عملت كليك على الكوماند باتون تعال بص معايا البروبرتي ويندو بقت مكتوبة مظبوطة على مين؟ كوماند 1. معنى كده ان شاشة الخصائص مش بتظبط فورم 1 بس، او هم مش عاملينها عشان فورم 1 بس، لا ده هم عاملينها علشان ابرمج بيها او اظبط الخصائص بتاعة الفورم وبتاعة اي اوبجكت او اي اداة من الادوات الموجودة فين؟ في التول بوكس. طيب نمسك بقى الكوماند باتون او اداة المفتاح. اول حاجة على طول شيء طبيعي ان انا عايز اغير التايتل بتاع المفتاح. تلاحظ المفتاح مكتوب عليه كلمة ايه؟ كوماند 1. فاكر زمان في اللقاء اللي فات كان هنا افتكر معايا كده كانت الفورمة تمام التايتل بتاعتها او الكابشن بتاعتها برضو كانت مكتوبة كلمة فورم 1 واحنا غيرناها عن طريق خاصية اسمها ايه؟ كابشن. فاكرينها الخاصية اللي اسمها الكابشن دي؟ تمام؟ دي كنا بنغير بيها مين؟ فورم 1. تعالى بقى نغير بيها التايتل او العنوان بتاع كوماند 1. تعالى معايا كده بص هقف عند خاصية الكابشن واعمل دبل كليك واكتب مثلا ايا كان اوكي مثلا، سوري اوكي مثلا. تمام؟ تلاحظ بقى حاجة ان الكوماند باتون التايتل بتاعته بقت اسمها ايه؟ اوكي. تمام؟ مش لازم تبقى انجليزي، تعالى نعملها بالعربي. هقف تاني واكتبها مثلا موافق. متخيلينها؟ مش شرط كلمة موافق، ممكن تكتب مثلا مرحبا وات ايفر. اي كلمة هتكتبها عند الكابشن بتاعت كوماند 1 هتلاقيه اتغير زيها بالظبط. تمام؟ يبقى اول جزئية اتفقنا عليها علشان اظبط السيتنج بتاع المفتاح تمام عن طريق خاصية اسمها الكابشن. وده يأكد لك نقطة، لو تفتكر في اللقاء اللي فات انا قلت لك واحنا بنظبط الخصائص بتاعت الفورم قلت لك خلي بالك كل الخصائص دي هتلاقيها بتتعاد تاني مع كل الاوبجكتس الموجوده على التول بوكس فيما عدا بعض الخصائص هتلاقيها موجوده في اوبجكت او في اداه ومش موجوده في الادوات التانيه. طيب تعال نمسك جزئيه تانيه او خاصيه تانيه. في خاصيه عندي اسمها تول تيب تكست. تول تيب تكست. ايه التول تيب تكست دي؟ بص معايا كده، انا دلوقتي لو جيت هنا كتبت مثلا لو او اقول
في حالة الضغط على المفتاح سيحدث انفجار مثلا. تمام. تلاحظ حاجة، انا دلوقتي كنت واقف عند الخاصية اللي اسمها تول تيب تكست، ودي المقصود بيها انها بتظهر لي تيب صغيرة او زي نوتس صغيرة عن الباتون لو الماوس جه وقف فوق. تعال نعمل نضغط ننفذ يعني. بص اللي هيحصل، شايفينها؟ ما بتجيش الا امتى؟ لحظة ما بقف بالماوس، اقف بس بالكوماند فوق الماوس فبيظهر لي تلميح صغير خالص، والتلميح ده زي ما انت شايف ما بيظهرش الا في حالة ما الكوماند، في حالة ما الماوس يقف عند المفتاح. تمام. وزي ما انت شايف كده لو انا جيت هنا مثلا كده المستخدم ممكن من قبل ما يضغط يعتبر ان التلميح ده ريفرنس ليه او مرجع ليه لو هو كان ناسي الكوماند ده بتاع ايه. لان انت خلي بالك ممكن تكتب فوق المفتاح تايتل معين او كلمه معين زي اللي انا كاتبها مثلا وما تبقاش مؤديه الغرض كله او مش مؤديه المعنى. يعني مثلا لو واحد بص على كلمه مفتاح ومكتوب عليه موافق، ممكن المستخدم ما يفهمش موافق دي بتاعت ايه بالظبط. ولذلك لو حبيت تظهر تلميح للمستخدم لو واقف بالماوس فوق المفتاح هتختار الخاصيه اللي احنا عملناها من شويه، الا وهي زي ما اتفقنا تول تيب تكست. طيب نمسك بعد كده خاصيه تانية. فاكر لما كنا بنقول ممكن تكون الفورم بتاعت كلمه فورم 1 او العنوان من الشمال لليمين، فاكرينها لما كنا بنحب نجيبها اتجاه اليمين؟ نفس الحكايه بالنسبه للباتون. لو حبيت يكون الكتابه فيه عربي هيبقى هتكتب خاصيه اسمها رايت تو ليفت، فاكرينها؟ رايت تو ليفت. يبقى انا هفتح الاختيار ده واخليها ايه؟ تو. وقلنا الكلام ده في حاله ما تكون البرامج بالعربي. يبقى انت لو شغال برنامج بالعربي المفروض ان انت تظبط خاصيه رايت تو ليفت الى ايه؟ تو. لو شغال برنامج انجليزي يبقى اظبط خاصيه رايت تو ليفت الى ايه؟ فولس. وفي نقطه، لو انا حذفت بص المفتاح ده خالص وجيت على الفورم وجيت على خاصيه رايت تو ليفت خليتها تو، تمام، ورجعت خلاص بقى المفروض ان الفورم بقت عربي. تعال اروح على المفتاح تاني كده، هعمل دبل كليك اتحط على الفورمه. بص خاصيه رايت تو ليفت بقت ايه؟ ترو. ليه؟ لو انت من البدايه خالص من بدايه البرنامج اللي انت بتعمله جيت على فورم 1 او اي فورم موجوده في البرنامج وخليت خاصيه رايت تو ليفت ترو، كل الاوبجكتس او كل الادوات اللي هتيجي من على التول بوكس هتبقى هي كمان ترو. تمام. ولو جيت على فورم وخليت خاصيه رايت تو ليفت بقت فولس، واحنا عارفين طبعا خاصيه رايت تو ليفت اللي هي بتاعت عربي ولا انجليزي بقت فولس، كل الادوات اللي هتحط على التول بوكس هتلاقيها اتقلبت لوحدها ايه؟ رايت تو ليفت الى ايه؟ فولس، يعني انجليزي. وخلي بالك انت ممكن تيجي على اداه واحده منهم وتخليها هي لوحدها اللي ايه؟ ترو. طيب نمسك بقى خاصيه تانية. احنا كده عرفنا بالنسبه للمفتاح خاصيه الكابشن وخاصيه تكست تول تيب تكست، وعرفنا الخاصيه اللي بعدها اللي هي رايت تو ليفت. في خاصيه عندي تانية اسمها enabled. ايه enabled دي؟ لما انا بضغط F5 كده واجي على المفتاح واعمل كليك، شايفينها؟ شغال معايا عادي. طيب تعال نوقف البرنامج خلاص واجي على خاصيه enabled اللي هي اللي قدامي دي، شايفينها؟ معموله ايه دلوقتي؟ تو. هاجي عليها وافتح الكامب بوكس واخليها ايه؟ فولس. عارف دي هتعمل ايه؟ بص تعال ننفذ كده مع بعض. تلاحظ ان الكوماند باتون بقى ديسيبل، شايفينها؟ ما بقاش ينفع اضغط عليه ولا كانه اكتف خالص. تمام. يبقى انا لما احب اجي وعلى فكره كلمه enable دي مش مقصود بيها الكوماند باتون بس، لا ده اي اوبجكت لو عايز تخلي خاصيه الانيبل بتاعته ترو او فولس وده من حقك عادي خالص. بس في بعض الاوبجكتس ما بتقبلش الموضوع ده، اللي هي في الغالب بتكون الاوبجكتس اللي هي هيدن او ما بتبقاش ظاهره. طيب نيجي بعد كده، احنا كده خلاص عرفنا ان في عندي
خاصيه اسمها enabled، وقلنا دي بتخلي الاوبجكت يبقى اما enable او ايه او disable. تمام. نمسك بعد كده خاصيه تانية. الخاصيه دي خاصه بالستايل بتاع الفورم نفسه. انا دلوقتي سوري بتاع المفتاح نفسه. انا دلوقتي واقف اهو على خاصيه اسمها ستايل. ايه ستايل دي؟ بص هوسعها لك شويه. الستايل دي مقصود بيها هل الباترن انت عايزه يبقى ستاندرد ولا جرافيكال؟ ايه المقصود بستاندرد او جرافيكال؟ جرافيكال ده لو انا عايز اضيف على الكوماند باترن اي صوره. يعني بص اخترت جرافيكال، تمام، مش هيظهر لك حاجه الا اذا انت بقى رحت على الخاصيه بتاعت مين؟ بيكتشر. شايفها؟ جيت على خاصيه، فاكر بيكتشر دي بتاعت ايه؟ بتاعت الصوره. لا، لما حبينا في فورم 1 نحط برضه صوره خدنا خاصيه اسمها بيكتشر. جيت على خاصيه البيكتشر وفتحت البراوزر اللي هو بتاع الصور. هطلع فوق، هخش على الفولدر اللي اسمه كوماند جرافيكس، ما انا بدور على صوره تكون موجوده، وادخل على الايكونز. هجيب مثلا اي حاجه خاصه بالاوفيس او كمبيوتر واختار اي صوره. هاخد صوره السي دي روم دي اوبن. شايف اللي حصل؟ اهي. تلاحظ حاجه ان الكوماند باترن بقى مكتوب عليه كلمه كوماند 1 وفي نفس الوقت في ايه؟ الصوره. طبعا انا لو طلعت على خاصيه الكابشن زي ما انت شايف وحذفتها تماما ما بقاش فيه غير الصوره. كتبت اي تكست يعني مثلا اهلا وسهلا اي كلمه او كلمه موافق، شايف؟ ظهرت. لو مسحتها خالص بتتمسح وما يفضلش غير الصوره. ده مش كده وبس، ده انت ممكن بص بقى لو جيت على ده خلي بالك دي خاصيه اسمها ايه؟ ستايل. لو جيت على خاصيه ستايل وخليتها ستاندرد، ايه اللي حصل؟ للصوره اختفت لانك جيت على الاوبجكت او الكوماند باترن ده او المفتاح ده وخليت الستايل بتاعه عادي ستاندرد عادي او قياسي، يعني ما بيشيلش صور. اما لو جيت على خاصيه الستايل دي وخليته جرافيكال يعني بقى اصبح رسومي، ولذلك ممكن يقبل منك صور بس مش هتظهر الصوره الا اذا استخدمت الخاصيه اللي اسمها ايه؟ بيكت. طيب نمسك بعد كده جزئيه تانية. هاجي على خاصيه الصوره دي اهي، بيكتشر 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 اهي دي، واحذفها. لو حبيت تحذفها هتعمل دبل كليك هنا كده، تعمل دبل كليك على الايكون دي، على كلمه ايكون دي، وتضغط على المفتاح اللي مكتوب عليه ديليت على الكيبورد. تلاحظ ان الصوره ايه؟ اتحذفت تماما. ده في عندك خاصيه صوره تانية، دي خاصيه الصوره دي الستاندرد. يعني بص هروح انا اجيب دلوقتي السي دي روم اللي خدناها من شويه ظهرت تاني. في عندي بقى خاصيه صوره تانية فوق، بص معايا في الخصائص، خاصيه اسمها disable picture وخاصيه اسمها down picture. ايه الفرق بين الخاصيتين دول؟ disable picture دي بتظهر الصوره دي اثناء ما يكون الكوماند باترن الانيبل بتاعته false. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نحمل الصوره دي، خاصيه اسمها ايه؟ disabled picture. هجيب مثلا شكل الديسك ده، تمام، ما ظهرتش حاجه لسه لان دي مش هتظهر الا لما يكون الاوبجكت ده ماله؟ ديسيبل. طب تعال نخليه ديسيبل كده. ديسيبل ازاي؟ ان انا هاجي على خاصيه الانيبل واخليها ايه؟ فولس. تعال ننفذ ايه اللي ظهر. اعيدها تاني الجزئيه دي. تلاحظ حاجه، الكوماند باترن اللي قدامي ده مهما اعمل عليه كليك ما بينفذش حاجه خالص. ليه؟ لان انا جيت على خاصيه اسمها enabled وخليتها ايه؟ false. واحنا قلنا ان الخاصيه دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي اي اوبجكت موجود على الفورم ما يبقاش اكتف، ما يبقاش شغال خالص. طيب دي جزئيه لوحدها. نرجع تاني. انا لما جيت اخترت خاصيه البيكتشر اللي هي الصوره دي، اخترت انهي صوره؟ اخترت صوره ايه؟ السي دي اللي انت شايفها دي. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ في عندي خاصيتين تانيين للصورة برضو. في صورة هتظهر لما يكون المفتاح ديسيبل، وصورة هتظهر لما يكون المفتاح مضغوط عليه. تمام؟ يبقى انا الباترن اللي قدامنا ده، الكوماند باترن اللي قدامنا ده، بقدر احط عليه او استخدم معاه 3 صور. صورة لما يكون شغال المفتاح عادي شغال عادي،
صورة لما يكون المفتاح disabled. يعني ايه disabled؟ يعني مقفول، ملغي. يعني ايه ملغي؟ يعني خاصية الانيبل بتاعته ايه؟ false. وفي صورة تانية لما المفتاح بيتضغط عليه. طيب همسك الصورة بتاعت المفتاح لما بيتضغط عليه واجيب مثلا اي ايكون تانية موجودة، سي الايكون بتاعت انفو. يبقى انا دلوقتي كده حطيت كام صورة؟ 3 صور. تعالى بقى ننفذ كده ونشوف هيحصل ايه. عملت بلاي، تلاحظ الصورة دي اللي ظاهرة. ليه؟ لان الكوماند باتون الانيبل بتاعته دلوقتي ايه؟ فولس، ولذلك ظهرت لي الصورة اللي هي الخاصة بالايه؟ بالفولس. طب هوقف واجي على خاصية الانيبلد اهي واخليها ايه؟ ترو. تمام. بص لما اعمل بلاي ظهرت لي الكوماند باتون. بص صورة السي دي، بص لما اضغط على المفتاح ظهرت لي الصورة الثالثة. ودي لما اكون سايبه لما اضغط تظهر يبقى تلاحظ حاجة. يبقى انا كده عندي فيه 3 صور. يعني اي باتون تقدر تحط له 3 صور. صورة في حالة ما يكون طبيعي زي ما انت شايف كده، صورة في حالة لما اضغط عليه زي ما انت شايف كده، صورة في حالة لما يكون المفتاح خاصية الانيبل بتاعته ايه؟ فولس. تمام. طيب نمسك بعد كده خاصية تانية غير خاصية البيكتشرز خالص. في خاصية عندي اسمها باك كولر. تعالى نمسك نشيل الصورة خالص دلوقتي، اجي على خاصية البيكتشر واعمل ديليت. نمسك بقى خاصية تانية اسمها باك كولر، اظن استخدمناها قبل كده. هفتح الكامبو بتاعت الالوان واخد اللون ده، شايف؟ يبقى انت كمان تقدر تتحكم في خلفية الباتون. تمام. يبقى انا كده عندي، خلي بالك نعمل ريفيجن سريع. خدنا خاصية اسمها، اول خاصية اتعاملنا معاها اللي هي الكابشن، وقلنا خاصية الكابشن دي اللي انا بحدد فيها التكست اللي هكتبها على المفتاح. خدنا خاصية تانية برضو اللي هي اسمها تول تيب تكست، وقلنا دي بتظهر لي التلميح اللي بيجي على المفتاح اثناء ما اكون بعمل ران او ما الماوس بيقف عليه. تمام. اتكلمنا بعد كده على خاصية اسمها رايت تو ليفت، وقلنا دي اللي هي بتاعت هتكتب في المفتاح ما هينكتب عليه بالعربي ولا بالانجليزي. ودخلنا بعد كده في خاصيه تاني اللي هي انيبل، هل المفتاح ده اكتف ولا دي مقفول يعني معمول له لوك. بعد كده دخلنا على خاصيه ستايل، وقلنا ان خاصيه ستايل دي هل المفتاح ده جرافيكال ولا ستاندرد. قلنا لو كان ستاندرد هيبقى كوماند باتون عادي، مفتاح عادي خالص. لو كان جرافيكال هيبقى عادي برضه، بس بيسبورت ان انت تحط فيه ايه؟ صور. بعد كده دخلنا على خاصية اسمها باك كولر، وقلنا منها بنقدر نظبط الخلفية بتاعت اللون الخاص بالمفتاح. نمسك بعد كده خاصية تانية خالص اللي هي الفونت، الخط. تعال نشوف خاصية الفونت دي بتعمل ايه. اهو هفتح دي واقول له خلي الفونت كده بولد وخليهولي مثلا ده. اوكي، شايف الخط بقى عامل ازاي؟ شايفينها؟ ممكن افتح تاني واختار اي خط تاني. اوكي، شايف عامل ازاي؟ يبقى معنى كده اغير لك الكابشن بس عشان تقدر تقرا. يعني مثلا موافق، شايف بقت عامله ازاي؟ يبقى لما تحب تتحكم في الخط، خلي بالك في ايه في الخط بالظبط. لما احب اتحكم اهو، احب اتحكم في السايز بتاع الخط، احب اتحكم في الفونت ستايل نفسه، هل هو ريجولار عادي ولا ايتاليك ولا بولد ولا بولد ايتاليك. احب اتحكم في اسم الخط نفسه، ولو عايز تعمل اي افكتس بالنسبه للخط. طيب بعد كده نمسك الخاصيه بتاعه الفيزابل. فاكر الفيزابل قلت لك بتاعه ايه؟ هل هو مرئي ولا لا؟ هل يتشاف ولا ما يتشافش؟ يعني لما ضغطت F5 دلوقتي المفتاح موجود وشغال اهو، شايفينه اهو. طب هعمل ستوب واجي على خاصيه الفيزابل بتاعته واخليها تبقى ايه؟ فولس. تمام. تعالى نعمل بلاي بقى كده. المفتاح مش موجود اساسا. ليه؟ لان جيت على خاصيه الفيزابل بتاعته وخليتها ايه؟ فولس. طيب كده يبقى احنا خدنا الخصائص الاساسيه بالنسبه لمين؟ للكوماند باتون. تعالى بقى نعمل حاجه. الكوماند باتون اللي قدامك ده
عمالين نظبط خصائص، نغير اللون، نحط صورة، نشيل صورة، ومهما نضغط على المفتاح الكمبيوتر ما بيعملش حاجة، ما بينفذش حاجة. ليه؟ لأن لسه ما برمجناهوش. طب يعني ايه بقى برمجناه؟ تعالى بقى ننتقل لجزئية تانية مهمة جدا جدا، ألا وهي كتابة الأوامر نفسها أو كتابة الكود نفسه. خلي بالك في حاجة، أنا عندي في مجموعة أحداث بتتم إزاي؟ تعالى نفذ معايا كده. سوري، أرجعه الأول الفيزر بتاعته ترو عشان يبقى يظهر. بص بقى معايا كده، لما بضغط على المفتاح ده في حاجة اسمها الايفنتس او الاحداث. خلي بالك من الجزئية دي كويس جدا، في حاجة عندي اسمها الايفنتس او الاحداث. ايه الاحداث دي؟ بص، لما بمشي الماوس كده في حدث بيحصل اسمه ماوس موف. لما بعمل كليك في حدثين تموا، حدث اسمه كليك وحدث اسمه ماوس داون. لما بشيل صبعي من على المفتاح نفسه بتاع الماوس في حدث اسمه ماوس اب. لما بمشي بالماوس كده في حدث اسمه ماوس موف. يعني معنى كده ان في مجموعة احداث بتتم. شوف، ناقص اقول لك اي حاجة هتعملها بتترجم بالنسبة للكمبيوتر لحدث. ده مش بالنسبة للمفتاح بس، ده حتى بالنسبة لمين؟ للفورم. يعني لو انا عملت كليك كده على الفورم يبقى حدث اسمه كليك تم وماوس داون تم. لو ضغطت على المفتاح في اي مفتاح في الكيبورد يبقى في حدث اسمه كي بريس، وفي حدث اسمه كي بريس يعني مفتاح اتضغط عليه. ولو ضغطت على المفتاح وفضلت ضاغط وانت ضاغط طول ما انت ضاغط في حدث اسمه كي داون. لو شلت ايدك من على المفتاح في حدث اسمه ايه؟ كي اب. يعني معنى كده ان عندي مجموعه احداث كتير جدا موجوده بس فاضيه. فاضيه منتظره ايه؟ منتظره ان حضرتك تكتب ايه اللي هيتم لو انا عملت كليك كده، ايه اللي يتم لو عملت ماوس موف، ايه اللي يتم. لا انتوا فاهمين اقصد ايه؟ يعني اي حاجه انت بتعملها او المستخدم ممكن يعملها وهو بيتعامل مع الفورمه اللي قدامك دي، تمام، دي بتترجم بالنسبه للكمبيوتر لحدث. تعال نشوف دي بتتم ازاي. هنا قدامك كده هقف على الباتون، على الكوماند باتون، واعمل دبل كليك. ايه اللي ظهر قدامي ده بقى؟ اللي ظهر قدامي ده دي شاشه اسمها شاشه الكود. بص، اقفل بس البروبرتيز دي خالص، مش عايزين الحاجات دي دلوقتي. اللي ظهر قدامي ده دي اسمها شاشة الكود او شاشة التنفيذ، او شاشة الاوامر. خلي بالك، بص الشاشة دي جايه ازاي. انا اساسا واقف هنا على مين؟ على الكوماند 1. لما عملت دبل كليك كده ظهرت لي الشاشة دي. ايه الشاشة دي؟ بص بيقول لك ايه؟ كوماند 1. الحدث اللي اسمه ايه؟ كليك. متخيلينها؟ يعني في نقطة مهمة جدا، يعني المفروض ان انا هنا الاوامر اللي هكتبها في الحتة دي في المكان ده، الاوامر اللي هكتبها في المكان ده مش هتتنفذ الا اذا، تاني، الاوامر اللي هكتبها في المكان ده مش هتتنفذ الا اذا المستخدم جه على كوماند 1 وعمل ايه؟ كليك. طب تعالى نجرب كده، نكتب اي امر من الاوامر ونشوف هيحصل ايه. هقول مثلا يا فورم 1. فاكرين مين فورم 1؟ فورم 1 التايتل اللي فوق، التايتل اللي فوق اللي قدامك دي، مش دي الاوبجكت، سوري، الاوبجكت ده اللي المفتاح محطوط عليه اسمه ايه؟ فورم 1. تمام؟ ماله؟ دوت. تعالى على خاصية الكابشن، متخيلينها؟ وخليها لي بتساوي كلمة هلو. تعالى نترجم الجزئية دي تاني كده. شوف انا بقول له ايه؟ الجملة دي بتقول ايه؟ بتكلم مع مين دلوقتي؟ مع فورم 1. بقول له يا فورم 1 اللي هو فورم 1 ده، تمام، تعالى على خاصية ايه؟ اللي هي دي اسمها ايه؟ كابشن، اللي هي دي، وخليها لي تساوي كلمة ايه؟ هلو. شايفينها؟ يبقى بقول له يا فورم 1 تعالى على خاصية الكابشن وخليها تساوي كلمة ايه؟ هلو. امتى؟ لو المستخدم جه على كوماند 1 وعمل ايه؟ كليك. طب تعالى ننفذ كده. ادي خاصية الكابشن بتاع فورم 1 ما زالت لسه ايه؟ فورم 1. هاجي على الكوماند باتون ده واعمل ايه؟ كليك. ايه اللي حصل؟ اتقلبت لكلمة ايه؟ هلو. يبقى خلي بالك المفتاح ما بقاش يستجيب ليا الا لما انا حطيت ايه؟ السطر بتاع الامر ده. خلي بالك في نقطة تانية،
هنا السطر ده مش لازم يكون كده، انا بديلك خلي بالك مثال. يعني الامر اللي قدامي ده انا بامر الكمبيوتر بايه؟ بقول له يا كمبيوتر تعالى على الاوبجكت اللي اسمه فورم 1، تعالى على خاصيه الكابشن اللي فيه خليها لي تساوي كلمه ايه؟ هلو. يعني معنى كده ان انت من حقك تظبط الخصائص مش من شاشه الخصائص بس، لا ده انت عن طريق الاوامر او عن طريق الكود. طيب تعالى نشيل الكود ده خالص وهعمل له كات. فاكرين كات يعني ايه؟ بقص بشيله خالص واعمل بلاي. بص لما اعمل ولا سأل فيا ليه؟ لان شلت الامر تاني، شلت الامر اللي انا كنت كاتبه. يبقى احنا كده نكتشف حاجه، نكتشف ايه؟ ان الكمبيوتر عمره ما هينفذ اي حاجه الا اذا احنا اديناها له على شكل ايه؟ امر. طب تعالى نفتح حدث تاني. يعني ايه حدث تاني؟ انا لسه قايل لك من شويه ان الكوماند 1 ده او الاوبجكت ده مش هينفذ اي حاجه لما اضغط عليه الا اذا انا امرته. شوف جيت في الشاشه بتاعت الاوامر، ما هي دي اللي انا بكتب فيها الاوامر، وجيت بقول له ايه؟ يعني انا هنا بتكلم مع مين؟ على كوماند 1، حدث اسمه ايه؟ كليك. يبقى المستخدم لو جه على كوماند 1 وعمل كليك الامر اللي هيتكتب هنا هيتنفذ. طب ده حدث من الاحداث. عايزين نشوف بقيه الاحداث. بص الكامب الصغيره دي هفتحها، دي كلها احداث اللي قدامك دي. تمام. طب تعال نختار حدث تاني زي اللي اسمه ايه؟ ماوس موف. بص شايفينه اهو. يبقى بقول له الاوبجكت اللي اسمه كوماند 1 لو المستخدم جه وعمل عليه ايه؟ ماوس موف، ايه اللي يحصل؟ تعال نكتب نقول له بيست. فاكرين السطر ده؟ السطر ده كان بتاع ايه؟ افتكر كده كنت بقول له بتكلم مع الفيجوال نفسها وبقول لها تعالي على فورم 1 وتعالى على خاصيه الكابشن فيه وخليها كلمه ايه؟ هلو. امتى الكلام ده يتم؟ لو المستخدم جه على كوماند 1 وعمل ايه؟ ماوس موف. تعال نجربها كده. شوف مفيش حاجه. بص اول ما هاجي، بص الماوس ماشي بالراحه اهو، اول ما هخلي الماوس يعمل موف على المفتاح هتلاقي فورم 1 دي اتغيرت. بص اتقلبت ايه؟ هلو. مهما عملت بقى خلاص لان هي بقت اسمها ايه؟ هلو. تمام كده. طب تعالى نعملها بطريقه تانيه. هشيلها من هنا تاني واعمل لها كات الجمله عشان ما اقعدش اكتبها تاني يعني، واجي الحدث اسمه كليك تاني وارجع. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان ده السطر ده مش هيتنفذ الا المستخدم لو جه على كوماند 1 وعمل ايه؟ كليك. تعال نجربها كده. بص لما اعمل كليك مهما عملت موف ما بيعملش حاجه. ليه؟ لان سطر الاوامر اللي قدامي ده مش هيتنفذ الا اذا المستخدم عمل ايه؟ كليك. بص كده اتقلبت كلمه ايه؟ هلو. تمام. يبقى احنا كده نطلع بحاجه، نطلع ان الكمبيوتر عمره ما هينفذ اي حدث لاي اوبجكت من الاوبجكتس دي الا لما انا اديها له على شكل مجموعه ايه؟ اوامر. طيب نمسك مثال تاني. هنا قدامك في الجزئيه دي انا بقول له فورم 1 تعالى على بقول له فيجوال يعني تعالي على فورم 1 وخلي الكابشن بتاعتها تبقى كلمه ايه؟ هلو. قلنا الكلام ده امتى؟ لو مستخدم جه على كوماند 1 وعمل مين؟ كليك. طب تعالى نقفل الكود ده خالص واروح اجيب التول بوكس شايفينها واجيب مفتاح تاني كوماند باتون تاني. تمام كده. وهعمل دبل كليك. مش ملاحظ حاجه؟ كوماند 2 الحدث كليك بتاعه ما زال ايه؟ فاضي. انما لو جيت على كوماند 1 بص كوماند 1 الحدث كليك بتاعه ماله؟ مليان. يبقى معنى كده بص لما اعمل بلاي ضغطت هنا شايف خليها لي ايه؟ هلو. مهما ضغطت هنا مش هيعمل حاجه. طيب تعال نوقفه تاني وهاجي خلي بالك انا برمجت مين دلوقتي؟ كوماند 1 الحدث اللي اسمه ايه؟ كليك. هاجي على كوماند 2 واقول له تعالى على فورم 1 دوت خلي الكابشن بتاعتها تساوي مثلا AGC. تمام. شوف بقى يبقى الجمله دي هتتنفذ امتى؟ لما المستخدم يجي على كوماند 2 ويعمل ايه؟ كليك. طيب ودي هتتنفذ امتى؟ لما المستخدم يجي على كوماند 1 ويعمل ايه؟ كليك. يبقى لو جه على كوماند 1 وعمل كليك
يبقى الكابشن بتاعت فورم 1 هتبقى ايه؟ هلو. ولو جه على كوماند 2 اهو كوماند 2 وعمل كليك، هيبقى الكابشن بتاع فورم 1 بقت ايه؟ اي جي سي. تعال ننفذ كده شوف اللي هيحصل. ضغطت هنا على المفروض دي يحصل ايه؟ يقول هلو. بص لما اجي اعمل كليك هنا بقى اي جي سي، ارجع هنا هلو، ارجع هنا اضغط كليك اي جي سي. متخيلينها؟ يبقى معنى كده ان الاوامر اللي انت بتكتبها لحظه ما يكون المستخدم هيضغط على باتون معين او هيضغط على اي اوبجكت من الاوبجكتس. يبقى انت كده فهمت، طلعنا بكذا حاجه. عرفنا ان الحدث او الايفنتس اللي هي الحاجات اللي ممكن المستخدم انه يعملها اثناء التعامل مع البرنامج. بص تعال نفتح شاشه الاحداث كده. كل الاحداث اللي قدامك دي خاصه بمين؟ بكوماند 2. وكل اوبجكت بيتحط على الفورم او كل اداه موجوده من الادوات اللي على التول بوكس اللي قدامك دي لما بتتحط على الفورم هنا، على الفورم اللي قدامك ده، بيبقى ليها برضو ايه؟ احداث زي دي او حسب توافقيه الاوبجكت نفسه. شايف احداث قد ايه؟ لو عملت كليك، لو عملت دراج اند دروب، دراج اند دروب اللي هي ايه؟ انك تاخد ايكون مثلا تروح ترميها فوق المفتاح. دراج اوفر لو انت مثلا خدت صوره او ايكون وعديت بيها بالماوس فوق المفتاح. جت فوكس مقصود بيها ايه؟ ان الفوكس او التركيز نفسه كان على المفتاح. يعني بص كده الفوكس على مين فيهم؟ لا على ده. شايف الخيال الخفيف قوي ده؟ ده اللي يطلق عليه كلمه ايه؟ فوكس. تمام. طيب نرجع تاني لبقيه الاحداث كده. في حاجه اسمها كي داون، لو انت ضغطت على المفتاح بتاع الكيبورد طول ما طالما ضغطت الحدث ده بيتنفذ. بصفه عامه كتبت اي كلمه ده بيتنفذ. كي اب لما بتشيل ايدك من على الكيبورد، من على المفتاح بتاع ايه؟ كيبورد. اللاست فوكس دي مقصود بيها ايه؟ مقصود ان التركيز اللي هو بتاع جود فوكس ده اللي هو جاي على المفتاح، اللاست فوكس ده ان التركيز ده ايه؟ يمشي. ماوس داون ان انا ضغطت لتحت على المفتاح الماوس. ماوس موف ان انا مشيت بالماوس فوق الكوماند باتون. ماوس اب ان انا شلت ايدي من على مفتاح الماوس وانا فوق الكوماند باتون. متخيلينها؟ في عندك بقى مجموعه احداث كتير قوي. الاحداث الموجوده دي كلها خاصه بمين؟ بكوماند 2. كوماند 1 اللي هو ده ليه احداث تانية خالص. تمام. حتى بص لما افتح الكامبو دي كل الاوبجكتس اللي في البرنامج. في عندك جنرال ده هنتكلم عليه بعدين. في عندي حاجه اسمها كوماند 1، في حاجه اسمها كوماند 2، في اوبجكت اسمه ايه؟ الفورم. اهو تعال نقفل دي خالص. اهو ده كوماند 1، ده كوماند 2، ده الاوبجكت بتاع ايه؟ الفورم. طيب تعالى نعمل مثال تاني او بروجكت تاني. نخرج خالص من البروجكت ده. نيو، بيقول لي هتسجل ولا لا؟ قلت له نو مش هسجل. اوكي. جات لي الفيجوال تاني خالص من البدايه فاضيه، الفورم معلهاش اي اوبجكتس خالص. هظبط الشاشه بتاعتي وهتعالى نلعب شويه بالكوماند باتس. هحط الاوبجكت كوماند 1، يعني جبت مفتاح كوماند 1، جبت مفتاح اسمه كوماند 2، جبت مفتاح اسمه ايه؟ كوماند 3. تمام. هاجي على كوماند 1 عايز اعمل ايه؟ هاجي في شاشه الخصائص بتاعته. بص عملت رايت كليك. خلي بالك شاشه الخصائص انت بتجيبها ازاي؟ بعمل رايت كليك واختار كلمه ايه؟ بروبرتيز. تمام. او انك تضغط F4 وهاجي على خاصيه اسمها الكابشن زي ما اتفقنا واكتب عليها كلمه اظهار. واجي على كوماند 2 خاصيه الكابشن واكتب عليها كلمه اخفاء. اخفاء واظهار لمين؟ لكوماند ايه؟ 3. ازاي؟ نقفل شاشه الخصائص خلاص مش عايزها. تمام. هاجي على دي. احنا قلنا المستخدم لما يضغط هنا هيحصل ايه؟ انا عايز اعرفك ازاي تتحكم يعني اخلي لو ضغطت على المفتاح ده اتحكم في حاجه زي ده. ازاي؟ تعال بص هنا لما اعمل دبل كليك. اصغر شاشه الكود شويه عشان تبقى شايفها كلها. بص هقول له ايه؟ هنا انا شغال على مين؟ كوماند 1 ايه؟ كليك. يعني الاوامر اللي هكتبها هنا في الحته دي مش هتتنفذ الا اذا المستخدم جه على كوماند 1 وعمل ايه؟ كليك. طب تعال نشوف هقول له ايه. هقول له تعالى على
هاجي هنا اقول له تعالى على كوماند 3 دوت. تمام، خلي الفيزابل بتاعته تساوي ايه؟ فولس. يبقى خلي بالك في نقطة، لا سوري هخليها ايه؟ ترو عشان تبقى متوافقة مع الكلام. يعني ايه؟ تعال ناخدها كلمة كلمة كده. لو المفتاح ده اتضغط عليه، يعني الجهاز هيجي على كوماند 1 حدث اسمه كليك وينفذ الاوامر اللي تحت. مكتوب ايه؟ يا كوماند 3، يعني بقول للفيجوال بيزك تعالى على كوماند 3 وخلي خاصية الفيزابل بتاعته تبقى ايه؟ ترو، يعني يبقى مرئي. تمام؟ واجي هنا كده، شوف بقى معايا كده، لو ضغطت على الباتون بتاع اخفاء ده يبقى انا بقول له يا فيجوال تعالى على كوماند 2 على الحدث اللي في حالة ما المستخدم يضغط على يجي على كوماند 2 ويضغط على الحدث اللي اسمه كليك، نفذ الكلام ده. هينفذ ايه؟ هقول له كوماند 3 دوت فيزابل ايكوال ايه؟ ترو. يبقى انا هنا بقول له ايه؟ بقول له تعالى على كوماند 3 وتعالى على خاصيه الفيزابل فيه وخليها لي ايه؟ ترو. يبقى انا خلي بالك في حاجتين، لو المستخدم ضغط هنا هيظهرها، لو ضغط هنا سوري المفروض اخلي دي تبقى ايه؟ فولس. تمام؟ يبقى انا خلي بالك لو ضغطت على الباتون ده هيخلي لي كوماند 3 تبقى ايه؟ ترو. لو ضغطت على الباتون ده هيخلي لي كوماند 3 تبقى ايه؟ فولس. ايه اللي فولس وايه اللي ترو؟ خاصيه مين؟ الفيزابل. تعالى ننفذ كده. بص ايه اللي هيحصل هنا؟ اظهار هو طبيعي ظاهر. بص لما اضغط اخفاء اختفى، اضغط اظهار جه تاني. ليه؟ هنا بقول له تعالى على كوماند 3 وخلي لي الفيزابل تبقى ايه؟ فولس. اما هنا بقول له تعالى على كوماند 3 وخلي لي الفيزابل تبقى ايه؟ ترو. تمام؟ كده يبقى احنا فهمنا الكوماند باتون وعرفنا البروبرتيز بتاعته وعرفنا اللي هي الخصائص بتاعته وعرفنا ازاي اتحكم من خلال ان المستخدم يعمل حدث معين او يعمل كليك او دبل كليك او ماوس موف ان انا اخليه ينفذ حاجه معينه. وبفكرك برضو اخيرا قبل ما اخرج من الكوماند باتون او من غير او قبل ما اخرج من طريقه استخدام الكوماند باتون، خلي بالك بفكرك تاني كل اللي انا الاوبجكتس اللي بتكلم مع حضرتك فيها دي، تمام، انا ستيل لحد اللحظه دي بعرفك بس زي اوتلاين عن طريقه استخدام البروبرتيز او الخصائص اللي هي بتاعت الكنترولز دي او الادوات دي. خلي بالك في نقطه، كل ده لسه ستيل تمهيد للي هيحصل ان شاء الله بعد كده، الا وهي الجزء بتاع طريقه تصنيع البرامج. وطبعا علشان ندخل مع بعض في طريقه تصنيع البرنامج مش عايز لما اجي استخدم اي اداه اخرج من المشروع نفسه او من شرح المشروع نفسه وانتقل معاك لطريقة استخدام الأداة وارجع تاني للمشروع، ولذلك هيحصل لك انت تشتيت. علشان كده انا قلت همسك معاك كل التول بوكس اللي قدامنا دي او كل الاوبجكتس اللي هنعوزها حتى التمبر او مؤقتا دلوقتي، وهبدأ اتكلم معاك فيها واحدة واحدة وطريقة استخدامها، وبعد كده ننتقل للنقطة التانية اللي هي النقطة الأهم، ازاي اعمل المفاهيم البرمجية او ازاي افهمها كويس جدا، ازاي انا ابتكر مفاهيم برمجية من عندي، ازاي انا اصنع اي بروجكت يقابلني. لان في نقطة عايز اكد لك عليها ان شاء الله، الا وهي التارجت بتاعي من الكورس ده ان انت تصنع اي بروجكت فور بيزنس او اي برنامج خاص بالمخازن المبيعات الموردين ايا كان بقى نوع الداتابيز. بس علشان اقدر اوصلك ان شاء الله للجزئية دي لازم تفهم معايا كويس قوي طريقة استخدام الادوات الاساسية.